السلام عليكم. معانا الليلة شخصية اسمها ارتباط شديد جدا بقوات الدعم السريع المتمردة الإرهابية ومع قائدها الإرهابي المتمرد محمد حمدان دبلو حميدتي الإرهابي محمد توم الشهير بالشبلي. عاوزين نعرف اسمك وقصتك شنو يا شبلي؟ أنا محمد التوم عبد الله فضل المولى شهير بالشبلي، شاب سوداني ساير أحشي بلدي وأحشي شعبي بكل الحاصل. وما هو سر طبيعة علاقتك مع قوات الدعم السريع المتمردة وعلى وجه الخصوص مع الإرهابي محمد حمدان دبلو؟ والله أنا محمد حمدان دبلو دي في حياتي أنا شفته مرتين. يعني الجوطة دي كلها في مرتين؟ في مرتين بس. القصة دي كلها محمد توم الشبلي والدعم السريع دي في مرتين؟ كلها في مرتين. كلها في مرتين. أنا الزول ده لقيته في حياتي كلها مرتين. وين وكيف؟ مرتين كمجموعة، ما لقيته أنا ذاتي براي مع الشبلي ده، لا الزول ده براو كده نهائي اقسم بالله العظيم. انا لقيته معي مجموعه من الشباب، والمجموعه دي اتكونت في الحركه الثوري. لما الزول ده كما تعلم انت كان رافعين صورته فوق محمد حمدان وبتاع وجل الناس دي، انا مع الثوره وانا مع الشعب وانا مع المدنيه وانا الشباب دي كانوا في الحركه في جنب ميدان الرياض، بايعوا الزول ده مش عملوا موضوع بتاع نلاقي الزول ده، نعرف الزول ده، لقينا مستشار له اسمه الداموك، ساقنا يا جماعه بكره ان شاء الله الساعه 6 نتلاقى نمشوا نسلم على الزول ده وتشكروه كده وكده. اذا الداموك كده هو اللي كان أيوة التواصل. ايوه كان الكبر بتاع التواصل اللي بيننا وبينه. دي كان الملاقاه الاولى. والملاقاه الثانيه كانت بعد سنه من الملاقاه الاولى. ما كان في اي نشاطات، ما كان في اي مساهمات، ما كان في اي دعم، ما كان في اي فائده نهائي، ما في ولا دعم ولا دعمونا باي حاجه. يعني القصه دي كلها هسه ما فيها اي فائده؟ اقسم بالله العظيم، اقسم بالله ما في ولا معلقه فائده في حاجه. 2021 يعني الملاقاه الثانيه مشيتوا تلاقوا الزول ده عشان تبلغوا انكم حتنسلخوا؟ ايوه يا اخي احنا والله جينا كده وكتر خير، والجروب ده حيتفرتق وكده وكده مشينا له مرقنا. وردة فعله كان شنو؟ ليه ونحن هنقيف مع البلد، انتوا شباب البلد، انتوا مستقبل البلد، وانتوا 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 والله يا مولانا نحن لا سياسيين ونحن لا عندنا علاقه بالشغل ده، يعني احنا شباب اجتماعيين صحيح. انا من واحد محمد حمدان اللي بيجيب بيشتري مجاهدين وجيش حركات مسلحه من بلد الان بيشتري مرتزع، والان بيعمل في اعمال لا يقبل الله ولا بيقبل شعبنا ذاته، وده اعمال دخيله لشعبنا. وده بيعني انك شفت السقف في قلب الغارب من ملاقاتك الثانيه اليوم. والله ملاقاتي الثانيه ليه وظهر لنا، لا بالعكس ظهر لنا وش انه داير تقديم وداير شغل اجتماعي، وبعد ما تعلم المبادرات اللي عملها في نادي المريخ مبادرات المدينه الرياضيه قوافل وقوافل وكاس العالم، فرج كاس العالم مجان وجا عيدهم برا بلده. اللي في حياه زي دي كان عنده حاجه عنده اخره. والموضوع المتداول ده موضوع كله بتاع حسد وبتاع احقاد كده. انا الليله اللي بيحصل اكثر من صورتين مع الزول ده يا مولانا. صح، دي انتقامات من عده كذا نفر ومعروفين بالنسبه لي، وفي يوم الحساب انا بتلاقى الناس دي بتحاسب معاهم. فهمت؟ لكن الان تبقى وقت الحساب، الان نظر ربنا يصلح حالنا وينصر قواتنا الشعب المسلحه وينصر جيشنا، ونحن مع جيشنا، ونحن كشباب داعمين لجيشنا، وما في زول بيرضى مذله من مرتزقه جايه تنهب وتغتصب الا تكون انت انسان ما عندك ضمير، ولا انسان زول انت ما بني هذا. عود لوطنك وعود لشعبك وعود لقواتك المسلحه، ودعم ناسك ودعم جيشك وخليك زول انت الجيش. كلنا حمود والوطن واحد هو اللي يعيش. الحمد لله. يموت اسمك يعيش وطنك. يموت اسمك يعيش وطنك يا حبيبي. شكرا محمد توم، شكرا على شجاعتك، شكرا على توضيحك، شكرا على هذا اللقاء الشيق الجميل اللي وضح حقائق كثيره، وبنقول لك تقول كلمه اخيره للشعب السوداني. والله شكرا الحبيب الجميل احمد ياسين الاخ العزيز، وشكرا شكرا 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 لشعبنا الحبيب على الصبر والتحمل هذا الضرر الكبير وهذا الخسائر الكبيرة البشرية والمادية والاقتصادية، ونظر ربنا يرجع سوداننا الحبيب بأجمل وأجمل وأزعد، وبإذن الله راجعين ومنتصرين، وبإذن الله راجعين ومنتصرين، وكلنا نحن خلف الجيش، كلنا خلف المؤسسة العسكرية الوطنية، وبنحبك يا سودان. شكرا. والآن في ختام حلقتنا جمهور شعبنا الأبي الصابر، ده نداء ورسالة لكل من انتمى ولكل من له عقيدة في هذه الميليشيا الإرهابية المتمردة. أرجعوا لعقولكم، أرجعوا لوطنكم. كلنا ميتين، الوطن هو اللي بيعيش، نموت ونموت ويحيى الوطن.
الليلة كان معانا الشبلي وضح لنا حاجات كثيرة شديد. برضو عاوزين الناس تاخد عظة من الحاجة دي، انه الناس دي ناس كذابين، ناس متمردين، ناس بيحاولوا يكسبوا الشعب لكن اتكشفوا، وما في كشفة اكتر من التمر. باذن الله جيشنا